الفيديو ده معمول عشان اعرفك بالظبط ايه الطرق اللي متوفره لنا اللي نقدر نعمل بيها فلوس سواء كنت في مرحله الجامعه او في المدرسه، واعرفك بالظبط ايه المجالات اللي ممكن تفتح لنفسك سكه فيها تقدر تعمل منها فلوس كتير جدا، بس هتحتاج شغل على نفسك. فمن غير ما اطول عليك يلا بينا على طول على الموضوع. بص بقى يا سيدي، اولا لازم نفهم احنا كشباب ايه الموارد اللي عندنا اللي نقدر نقدمها لشغل وعلى اساسه نقدر نكتسب منها فلوس. يعني ايه؟ ببساطه خالص، انت ايه امكانياتك اللي تقدر تقدمها لشخص يقدر يديك عليها فلوس. النهارده انا شخص معايا فلوس وانت شخص معاك امكانيات ايا كانت ايه هي، مجهود، مهاره، ايا كانت ايه اللي تقدر انت تقدمه لي على اساسه وانا اديك فلوس، يبقى النفع رايح جاي. هي بقى دي فكره الشغل عموما. طيب احنا كشباب في المرحله دي ايه اكتر حاجات متوفره لنا او مع معظمنا نقدر نعمل منها فلوس؟ رقم واحد، انت كل امكانياتك كشاب مش بيشتغل على نفسه، وقت ومجهود. اي شاب في الدنيا هو معاه مجهود رقم واحد ومعاه وقت رقم اتنين. اما بقى لو شاب بيشتغل على نفسه فانت معاك وقت ومجهود ومهارة تقدر تقدمها. طيب حلو، بما ان احنا قسمنا واحد عنده مهارة ومعاه وقت ومعاه مجهود، وواحد تاني معاه وقت ومعاه مجهود بس معهوش مهارة، فاحنا برضه هنقسم الفلوس اللي تقدر تاخدها من الشغل بطريقتين. الطريقة الاولانية ان انت تقدم وقت ومجهود، والطريقة التانية ان انت تقدم وقت ومجهود ومهارة. طيب من غير ما اطول عليك، مين اللي فلوسه اكتر؟ اللي بيقدم وقت ومجهود ولا اللي بيقدم وقت ومجهود ومهارة؟ هتقول لي منطقيا اللي بيقدم وقت ومجهود ومهارة، لان بيقدم 3 حاجات اما التاني بيقدم حاجتين. ولكن على ارض الواقع مش ده الصح. الحقيقة ان اللي بيقدم وقت ومجهود ومهارة هو ده الفلوس بتاعته اعلى، السالري بتاعه اعلى، الساعة بتاعته اعلى. ولكن اللي بيقدم وقت ومجهود بس هو فلوسه قليلة. بس تعالى نتكلم واحدة واحدة، بس قبل ما نقول مين فلوسه اكتر ومين فلوسه قليلة، طب ازاي، طب ليه، طب معرفش ايه. تعالى بس نتكلم الاول في حته هو ايه الشغل اصلا اللي متوفر بحط فيه وقت ومجهود بس. الشغل اللي متوفر اللي بحط فيه وقت ومجهود بس هو اي شغل حرفيا ممكن تلاقيه. اي شغل، مصانع، مطاعم، كافيهات، اي شغل ممكن تتخيله، زي مثلا مخازن، اي محل ممكن تشتغل فيه بياع لبس مثلا او بتبيع اي حاجه، كاشير، ايا كان ايه الوظيفه اللي ممكن تشتغلها. فهي في السن ده اكتر شغل بيبقى طالبين فيه شباب هو الشغل اللي بيبقى فيه وقت ومجهود. دايما هتلاقيه بتتكلم من 12 ساعه فيما فوق. قليل قوي اللي تلاقي مثلا 8 9 10، غالبا بيبقى 12. ممكن تلاقي 10، ممكن تلاقي 8، بس انا بقول لك غالبا بيبقى 12. طيب هدف الشغلانه دي ايه؟ واحد معاه فلوس، واحد تاني معاه وقت ومجهود. اللي معاه فلوس عايز وظيفه ما فيهاش مهارات، ما فيهاش اي حاجه، هو يا دوبك عايز يأجر 12 ساعه من اي بني ادم على وجه الارض. فبيعمل ايه؟ فيجيب شاب يقدر يشتغل 12 ساعه، ما يجيبش راجل كبير، ما يجيبش حد كبير، يجيب شاب يقدر يشتغل 12 ساعه ويدي مجهود في ال 12 ساعه ويقدر يطالبه بانتاج وشغل في ال 12 ساعه. فيجيب شاب يأجر ال 12 ساعه بتوعه ويديله فلوس على اساسها. بما ان احنا دخلنا في السكه دي، الرواتب بتكون في حدود كام يعني؟ الرواتب في المجالات اللي بتقدم فيها وقت ومجهود بس اتحداك لو كملت ال 10000 جنيه، اتحداك كلها هتلاقيها بتلعب في حته الستة لسبعة ونص كلها. ده الشغل الاولاني زي ما بقول لك ما بيكملش ال 10000 جنيه. حلو. تعال بقى نخش على الشغل التاني، بتقدم فيه وقت ومهاره ومجهود. وقت ومهاره ومجهود. تفتكر هو بس فلوسه عاليه عشان هو بيقدم مهاره بجانب الوقت والمجهود؟ يعني بيقدم 3 حاجات والتاني بيقدم حاجتين؟ لا، اللي بيقدم 3 حاجات هو بيقدم مهاره بس مش بيشتغل عدد ساعات الشخص التاني، ومش بيحط نفس مجهود الشخص التاني. يعني بتلاقي الشغل اللي فيه مهارات، فيه مهارة حقيقية انت بتقدمها، نتائج حقيقية انت بتقدمها، هو مش بيطلب منك نفس عدد الساعات، بل كمان ممكن ما يطلبكش بعدد ساعات معين. هو هيعوز منك نتيجة معينة حققتها في ساعة، في نص ساعة، في ساعتين، في 3، في 4، المهم ان انت تحقق نتيجة. وبالتالي انت السالري بتاعك بيبقى اعلى لان انت الهدف منك نتيجة. اما الاولاني الهدف منه هو تأجير 12 ساعة، انا بأجر منك 12 ساعة. عايزك تفهم الفرق. واحد بيقدم وقت ومجهود بس، فبالتالي اي شخص على وجه الارض يقدر يعمل لي نفس الشغلانه دي، اقدر انا نفسي استبدله باي حد تاني، لان كل الشباب زيها زي بعضيها. واللي هيتنطط عليا ويفكر ان هو مثلا لا الفلوس مش عجباني، لا اصل انا الوقت كتير، لا اصل انا بتاخر، لا اصل انتوا بتحملوا عليا، همشيك واجيب غيرك. فانت زيك زي اي حد، فانت اذا هنا مش طفره، فهستبدلك مش هتفرق معايا. فبالتالي الشباب اللي بيشتغلوا الشغل ده بيحاول ان هو يحرص على شغله قوي ويخاف عليه عشان بيطمنه، بيديله ايه؟ فتات. حرفيا بيديله فتات، بيديله حاجات بسيطه جدا، بس بجانب ان هو بيطمنه ان انت في شغلانه عشان انت لو سبتها انا مش هرجعك، انا هجيب غيرك. فدي بس الشغلانه الاولانيه ودي عيوبها. اما الشغلانه الثانيه اللي بتقدم فيها مهاره ووقت ومجهود، هي وقتك بيكون قليل زي ما بقول لك، ممكن 3 ساعات 4 ساعات، ده يومك كله 5 ساعات يا عم، والباقي اليوم بتاعك. بس الهدف ايه؟ الهدف من شغلك تحقيق نتيجه.
يعني النهارده انت لو ما حققتليش نتيجه فانت هتتحاسب. انما اشتغلت يا عم نص ساعه وحققت النتيجه مش هسالك في اشتغلت 10 دقايق وحققت النتيجه، وطبعا مفيش الكلام ده، بس انا بقول لك يعني مش مطالب منك. ممكن يوم ما تشتغلش ويوم تاني تشتغل جامد جدا، محدش هيقول لك حاجه ما دام انت بتحقق النتيجه المطلوبه. فاهم الفكره؟ طيب احنا كده بعدنا عن النقطه الاصليه اللي احنا داخلين على اساسها الفيديو. احنا المفروض كشباب ايه اللي متوفر لنا عشان نشتغل فيه، وايه الاحسن والمناسب لكل واحد، لان مش كلنا زي بعضينا. في ناس بيتوافق معاها الشغل بتاع الوقت والمجهود، وفي ناس تانية لا معاها مهاره فبتقدم وقت ومجهود ومهاره. فعايزين نفهم بقى احنا كشباب في مرحله الجامعه، في اولى جامعه، تانية جامعه، ثالثه جامعه، ايا كان يعني، وشباب في المدرسه، ايه اللي متوفر لنا فعلا وايه اللي نقدر نقدمه عشان نقدر ناخد فيه فلوس الى حد ما ترضينا. بص يا معلم، انت معاك سكتين مالهمش تالت. السكه الاولانيه ان انت تشتغل بجانب الجامعه، وينطوي الكلام على المدارس بس انا بتكلم على الجامعات دلوقتي عشان دول الاهم. انت ممكن تشتغل بجانب الجامعه وتاخد زي ما بقول لك مرتبات حرفيا ميته، بس انت لو في حاجه للفلوس في وقت الحالي. يعني مثلا ممكن تشتغل شغلانه 7 ساعات، ال7 ساعات دول ممكن اديك عليهم 5000 جنيه، وال5000 جنيه دول عمرهم ما هيزيدوا بعد 3 شهور ولا 6 شهور ولا هيزيدوا اصلا. بس انت في حاجه ان انت يبقى معاك فلوس في الوقت الحالي، فدي فرصه كويسه ان انت تشتغل بجانب الجامعه. تاني معلش عشان لو انت اتلخبطت وتهت مني، دلوقتي انت معاك سكتين. السكه الاولانيه ان انت تشتغل بجانب الجامعه. طب تشتغل ليه بجانب الجامعه؟ طبعا هيكون الشغل ما فيهوش مهارات، شغل اللي بتقدم فيه مجهود وقت، الا بقى لو انت معاك مهاره تقدر تقدمها، دي هيبقى المرحله الثانيه اقول لك عليها. بس المرحله الاولانيه انت لو معكش مهاره وعايز فلوس في الوقت الحالي، يبقى انت تعمل ايه؟ تشتغل بجانب جامعتك بجانب دراستك، تقدر تجيب فيها فلوس. الموضوع ده مش هيحقق لك فلوس كبيره، مش هيجيب لك فلوس كبيره، ولكن هيجيب لك فلوس في الوقت الحالي لو انت في احتياج ليها. حلو ده اوبشن انا نفسي ما افضلهوش، بس انت لو في احتياج للفلوس في الوقت الحالي ممكن تشوف الشغل ده. بس خلي بالك انت هتشتغل بجانب جامعتك 7 ساعات و8 ساعات و12 ساعه والكلام ده، انت مفيش وقت الجامعه. عشان بس ما تفكرش ان انا هشتغل واعمل فلوس بجانب جامعتي وادرس لا، شغل ابو 6-7 ساعات ده يعني اقل حاجه خالص 6-7 ساعات، وده صعب ان انت تلاقيه. بس يا عم نفترض ان انت في 6-7-8 ساعات، انت حرفيا بتتفشخ، هتيجي اخر اليوم تعبان. فما تفكرش ان انت تعرف توازن بين ده وده، بس فكر في الموضوع كويس. انا مجرد بعرض لك الموضوع وانت تختار الانسب ليك. فدي المرحله الاولانيه، ان انت تشتغل لو في احتياج للفلوس في الوقت الحالي، تشتغل تقدم وقت ومجهود. الحاجه الثانيه هو ان انت تقدم وقت ومجهود ومهاره، ودي اتكلمنا عليها. عدد ساعاتها قليل، مجهودها قليل، بس ممكن فلوسها كتير، الهدف منها تحقق تارجت، ده الملخص بتاعها. طب دلوقتي في مشكله، في حال ان انت طالب اصلا ما بنيتش مهارات، يعني انت قاعد متفرغ للتعليم بقالك ما اعرفش قد ايه، ودي غلطه خلي بالك، ان انت حتى في فترات الاجازه ما اشتغلتش على نفسك وقعدت تقضيها لعب وفرجه والكلام ده. بس سيبنا من كل الكلام ده، ممكن نتكلم عليه بعدين، لان دلوقتي نركز في حته ان انت ما عندكش مهاره. ازاي تبني مهاره؟ بكل بساطه جامعتك ومعها مهاره بتتعلمها، جامعتك ومعها مهاره بتتعلمها. فانت على قد ما تقدر في فتره الجامعه حاول تبني مهارات تساعدك ان انت تشتغل في ما بعد الجامعه، او في اواخر الجامعه، او في ثالث سنه في الجامعه، ان انت تشتغل بمهاره تقدم وقت ومجهود ومهاره. وقتك يكون قليل، مجهودك يكون قليل، السالري بتاعك يكون عالي. ده المطلوب، ده اللي هيخليك فعلا مبسوط وعارف تشوف باقي جوانب حياتك، عارف تنزل تمرينك، عارف تقابل صحابك، عارف تشوف حتى لو سايد هاسل تاني غير المهاره وغير التعليم، عارف تشوف سايد هاسل تالت بقى، فانت تعرف تشوف حياتك. تعال نلخص كل اللي احنا قلناه عشان ما تتوهش مني. انت معاك سكتين ما لهمش تالت. السكه الاولانيه ان انت تقدم وقت ومجهود، السكه الثانيه ان انت تقدم وقت ومجهود ومهاره. السكه الاولانيه بتاعت الوقت والمجهود هتتفشخ 12 ساعه، 10 ساعات، 8 ساعات، الكلام ده، والسالري مش هيعجبك. الحاجه الثانيه ان انت وقت ومجهود ومهاره، وقت قليل، مجهود الى حد ما متوسط، مش هقول لك قليل خالص، مع سالري يعجبك. ايه الفرق بين ده وده؟ واحد بيخلي واحد تاني يشتري ساعاته عشان ياخد مقابل مادي في الوقت الحالي، واحد تاني بيبني مهارات وبنى مهاره فعلا وقدر يكسب منها فلوس وبيحقق نتائج للعميل اللي معاه او لايا كان المكان اللي هو شغال فيه. هو مش مجرد واحد عدد ساعات يومه واحد تاني بيشتريها. تعال بقى نتكلم عن المرحله الثانيه. انت دلوقتي كطالب في فتره الجامعه او في فتره المدرسه، كل المطلوب منك ايه؟ كل المطلوب منك عشان تعمل فلوس زي ما قلت لك حاجتين: يا اما انت عندك مهاره وانت تقدر تقدمها لحد ويديك عليها فلوس، يا اما انت تقدر تأجر وقتك وتاخد عليه فلوس زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. طيب
في حال ان انا يا عم انا عايز اخد سالري كويس وعايز اجيب فلوس، ازاي اعمل بقى الكلام ده؟ هتعلم لك مهارة تقدر تقدمها لحد وتاخد عليها فلوس. ايوه، هتعلم ايه برضو؟ هقول لك دلوقتي كمان شويه. بس هي الفكره هتتعلمها ازاي؟ هتتعلمها الصبح دراستك وتخلص دراستك كويس، بالليل شغال مع نفسك. الصبح دراسه، بالليل شغال مع نفسك. هي دي اللعبه كلها. الصبح دراسه، بالليل شغال على نفسك. كده انت بتبني مهاره في خلال سنه. تعرف ايه؟ سنه 6 شهور كمان. في خلال السنه او ال6 شهور دول تقدر ان انت تحقق دخل كويس يريحك الى حد ما. وخلي بالك كمان الدخل ده مش مجرد دخل ثابت، ده دخل بيكبر. عكس الاولاني، عكس اللي بيقدم وقت ومجهود بس، ده دخله ثابت. يوم ما هيتغير بيبقى بعد سنه ولا سنتين. دخل ابو مهاره ممكن بيتغير بين العميل والتاني. خلي بالك من الفكره دي وانا داخل لك دلوقتي. خلصنا من ازاي بنعمل فلوس. طب بعد كده ازاي مثلا ان احنا نمشي دنيتنا كطلاب، معرفش ايه، كل الكلام ده جميل. طيب ايه المهارات بقى المطلوبه؟ تعالى بقى في الحته المهمه. ايه المهارات اللي انا ممكن اشتغل عليها وتحقق لي دخل فعلا؟ تحقق لي دخل ممكن اشوفه بيكبر. بيزنس مثلا بيكبر واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا كده. رقم 1، انت عندك مهارات تقدمها لناس اوريدي عندها عملاء. يعني ايه؟ يعني النهارده انت ممكن تبقى فيديو اديتور بيعمل مونتاج، اللي هو بيعمل تعديل فيديوهات. بتيجي لواحد زي حالتي مثلا، يوتيوبر اوريدي عنده بيزنس، اوريدي عنده كلاينت، بس هو عايز يظهر بشكل معين. فانت هدفك الاول والاخير ان انت تخش تبيع له نفسك، مش ان انت فيديو اديتور. انا كده بديك دروس كمان في البيع، ولو عايز دروس منفصله ممكن اقول لك، بس دلوقتي اللي بقول لك عليه ده ركز فيه كويس. انت النهارده فيديو اديتور، جرافيك ديزاينر. اكتب الكلام ده على ورقه. اكتب فيديو اديتور، جرافيك ديزاينر. ممكن تشتغل بروجرامر، ميديا باير، ويب ديفلوبر. ممكن تشتغل مليون حاجه اونلاين، وفي فيديوهات لملايين من الناس قالت لك ازاي تشتغل اونلاين، بس انت لسه ما بداتش يعني. بس الله يعينك بقى. فانت المهارات دي اللي انا ذكرتهم لك، وانت اكيد سمعتهم من حد تاني، واكيد برضو بعد الفيديو ده، يعني انا لو مكانك كنت هعمل كده، هخلص الفيديو ده واروح اشوف حد تاني بيقول مهارات اونلاين ممكن اتعلمها. المهارات دي بتعلمها واخش لكلاينت افهمه ان انا مش جاي اعمل لك فيديو، افهمه ان انا مش جاي اعمل لك صوره وامشي، افهمه ان انا مش جاي اعمل لك موقع وامشي. امال انت جاي تعمل ايه؟ انا جاي اقدم لك نتيجه. النهارده انا جاي اقدم لك نتيجه. انا بعدل لك الفيديو ده عشان انت تظهر قدام العملاء بتوعك بمنظر معين، تقدر تعلي السالري بتاعك وانا اخد جزء. مش هيفرق معاك انت في حاجه. النهارده انا بعمل لك ثامنيل للفيديو اليوتيوب بتاعك عشان انت تظهر قدام العملاء بتوعك او قدام الفيورز اللي هم المفروض الاودينس بتوعك على اليوتيوب، اللي هتقدر انت من خلالهم تعمل فلوس واخد انا نسبه على الصوره اللي انا عملتها لك. انت فاهم الفكره؟ يعني انت بتقدم له نتيجه، انت بتقدم له فلوس زياده، انت بتقدم له مشاهدات زياده، انت بتقدم له نتائج مرئيه. مش مجرد واحد بتبيع له وقتك، مش مجرد واحد بتبيع له منتج كده وخلاص. معلش، انت هتبيع لي صوره؟ طب ما في مليون واحد بيبيع صوره. انت بتعمل فيديو، في مليون واحد بيعمل فيديو. انت بتعمل موقع، في مليون واحد بيعمل مواقع وارخص منك مليار مره. انت بتقدم لي ايه النتيجه اللي انا هاخدها منك، وعلى اساسها انا هشتري وهدفع فلوس ترضيك، وفي نفس الوقت انا عايز برضه نتائج ترضيك. فهمت الفكره؟ الفكره كلها ان احنا ناس معانا مهارات. بنعمل ايه بالمهارات؟ بنقدم نتيجه، مش مجرد بنطلع مهاره. يعني مش مجرد انا جرافيك ديزاينر بفهم فوتوشوب، لا. انا هقول لك انا بعمل لك صوره نتائجها 1 2 3. بعد ما اخلص لك الصوره دي، بعد ما اخلص لك مثلا، مش ما تقولش صوره طبعا، انا بقول صوره بس عشان ايه؟ اسهل الامور عليك. ما تقولش صوره، انت على حسب انت شغال في ايه. كامبين مثلا معين، سوشيال ميديا ديزاينز، شغال في ثامبنيل ديزاينز. فانت هتعرف الكلام ده قدام، بس انا مش عايز اعقد الموضوع عليك فانت تحس ان انت كلام تقيل. انا بقول لك صوره بس، انت مفيش حاجه اسمها صوره عشان ما تاخدش على قفاك. فنرجع تاني لموضوعنا. النهارده انت مثلا بتقدم صوره، الصوره دي هي مجرد صوره احطها في الجاليري عندي، ولا الصوره دي انا بتقدم لي نتائج؟ هي دي الفكره، على اساسها اديك فلوس. ملخص الفيديو ده سريعا، انا حاولت اسرع في الريتم بتاعي. انت واحد النهارده فلوس بتتعمل عن طريق ان انت بتقدم مجهود ووقت، يا اما بتقدم وقت ومجهود ومهاره. او وقت ومجهود فلوسه اقل، وقته كتير بيتفشخ. اللي بيقدم وقت ومجهود ومهاره، مهارته المفروض تكون عاليه عشان وقته يكون قليل، عشان مجهوده يكون قليل، والسالري بتاعه اعلى. المفروض احنا كطلاب في مرحله الجامعه او في مرحله المدرسه نعمل ايه؟ المفروض ان احنا الصبح شغالين على دراستنا، وبالليل بنتعلم مهاره نستفاد منها حاجه. نستفاد منها حاجه ايه؟ في المستقبل، مش في الوقت الحالي. ممكن 3 شهور، 6 شهور، سنه، ايا كان، بس ادينا بنتعلم عشان قدام، عشان المستقبل، وهكذا. طيب ما بعد هذا،
خلاص عرفنا ان الفلوس بتعمل ازاي، عرفنا احنا كطلاب المفروض نعمل ايه المهارات اللي نتعلمها زي ما قلت لك: فيديو اديتنج، جرافيك ديزاين، عندك بروجرامينج، عندك ويب ديفلوبينج، عندك اي حاجه ليها علاقه بالتطوير والبرمجه ممكن تتعلمها. اي حاجه ليها علاقه بانشاء المواقع ممكن تتعلمها. ممكن تبقى مثلا شغال في الماركتينج، شغال في السيلز، كل ده اونلاين. ممكن تشتغل ميديا باير، ممكن تشتغل في الفيسبوك ادز، ممكن. كل دي مهارات ممكن تتعلمها. الكلام كله موجود اونلاين وموجود ككورسات. لو عايز طريقه ممنهجه خش كورس، لو عايز حاجه ممكن تتعلم مع الوقت كده وتطول فيها شويه بس هتتعلم وهتبني فيها خبرات كويسه، عندك اليوتيوب. فما تصعبش الدنيا على نفسك، ما تحاولش تضايق امورك الماديه وتخنق نفسك على الفاضي. انت في حال ان انت مزنوق ماديا ومحتاج فلوس في الوقت الحالي، روح اشتغل، خلي حد يشتري ساعاتك، خد فلوس في الوقت الحالي، حاول ان انت تستثمرها ان انت على الاقل تكفي نفسك 6 شهور قدام. تاني المفروض انت في حال ان انت مزنوق ماديا في الوقت الحالي، حرفيا انت مش لاقي تاكل، تعمل ايه؟ تروح لحد يأجر عدد ساعاتك اللي موجود، 12 ساعه 11 ساعه ايا كان، هيديك فوتات حرفيا، مش مشكله. الفوتات دي هنعمل بيها ايه؟ هنستثمرها، مش هنقعد مثلا خروجات ونزولات وما اعرفش ايه. انت مش لاقي تاكل، يعني مع احترامي ليك والله، بس انت مش لاقي تاكل، فما تقعدش تخرج وتسهر وتصرف. العالم مش بيقول كده، العالم بيقول ان انت تاخد الفلوس القليله دي تستثمرها في ايا كان ايه هي بقى الافكار اللي ممكن تجي لك. يبقى معاك معلش ايه، تكفي نفسك 3 شهور 6 شهور. وبالذات انت كشاب مش هيبقى عندك التزامات بقى جامده وما اعرفش ايه وكذا وكذا وكذا، لا. فانت حاول تستثمر فتره ان انت ما دخلتش العشرينات، وحاول حتى بعد ما تخش العشرينات حاول تستغل ان انت لسه في العشرينات، ما تروحش تبوظ دنيتك وتعقد الدنيا، اصل الدنيا مخنوقه وما اعرفش ايه. زي ما قلت لك نظام الفلوس 1 2 3. احنا كطلاب المفروض نعمل 1 2 3. ايه المهارات المطلوبه مننا؟ انت لو معكش فلوس قلت لك المفروض تعمل ايه. امسك فلوس شويه، خش كورس او اتعلم اونلاين، واهدى على نفسك خالص وخد نفسك وتعلم بالراحه. وزي ما بقول لك يوم ما بنخش العملاء، وده درس حرفيا اتعلمته في السيلز وخد مني وقت، احنا مش بنروح نبيع صوره، احنا مش بنروح نبيع فيديو، احنا بنروح نعمل ايه؟ احنا بنبيع نتيجه. الفيديو هتاخده هيجيب لك مشاهدات 1 2 3، هيبينك قدام عملائك 1 2 3، فبالتالي تقدر تطلب الرقم اللي انت عايزه، وبالتالي انا اخد نسبه. احنا بنبيع نتيجه، مش بنبيع صوره فيديو. خلي بالك الكلام ده مهم، الكلام ده ركز له. ممكن تشوف الفيديو مره واثنين وثلاثه، حقيقي الفيديو ده مفيد جدا جدا جدا، ومحدش هيقول لك التفاصيل دي. بالتوفيق ان شاء الله.